طبعا شفت الفلتر الابيض وكل الناس عماله تقول لي فين يا محمد الفلتر الابيض، فين الفلتر الابيض؟ ادينا عملت الفلتر الابيض اهو. وهقول لك الفلتر الابيض ده هيمشي معاك على صور كتيره قوي، وهوريك صور تانية برضو. وعايز اقول لك ان الفلتر الابيض ده من الفلاتر الجامده قوي ومن الفلاتر المطلوبه ماشي، والفلتر ده هيمشي معاك بطريقه جامده قوي. قلت الفلتر عشان مطلوب مني الفتره اللي فاتت بطريقه جامده قوي. فانت على طول كده اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، واعمل شير للفيديو ده عشان صاحبك برضو يستفاد بالفلتر. وتعالى اقول لك بقى ازاي تحمل الفلتر وازاي تضيفه على صورك وازاي تحفظه عندك على التليفون وتستخدمه على اي صور تانية. يلا بينا. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى بقى يا صاحبي اقول لك ازاي تقدر تحفظ الفلتر ده عندك على برنامج لايت روم وتستخدمه على اي صور، حتى لو انت لسه جديد على البرنامج وما عندكش البرنامج وحملته وعايز تعمل عليه حساب والموضوع صعب معاك. اجيب لك فيديو في الاخر يقول لك ازاي تقدر تعمل الحساب على برنامج لايت روم بطريقه سهله خالص في اقل من دقيقه. تعالى اقول لك ازاي تقدر تضيف الفلتر ده جوه برنامج لايت روم. هنبدا نخش على برنامج لايت روم زي ما انت ما شايف كده، هنلاقي الفلتر بتاعنا موجود جوه. شايف لو قبل بعد ده مثلا مكان اهوت احمر مثلا ماشي، وكان في شجر، السما كله ابيض اهو، حتى الارضيه ابيض بطريقه جامده قوي. طبعا احنا عاوزين نحفظ الفلتر ده ونضيف على صورنا. هندوس على الثلاث شرطات اللي فوق دي ماشي تمام كده واحده واحده، وهندوس طبعا على الكلمه دي دلوقتي سيب بريست. طبعا الكلمه اهي لو من تحت خالص هي تالت واحده من تحت اهي، وهنيجي هنا كده يا باشا ونيجي تحت خالص نعمل لها قايمه ماشي. هنكتب القايمه مثلا، لو هنسميها بحرف الاي كتير كده مثلا، اي حاجه اللي انت عايز تسميه دوس علامه صح. فوق هنا بقى بتكتب اسم البريسيت ذات نفسه او اسم الفلتر ذات نفسه. طبعا احنا ممكن نكتبه اي حرف عادي، علامه صح تمام كده. طريقه سهله خالص وما تاخدش منك وقت. طبعا احنا عاوزين نضيف الفلتر بتاعنا ده مثلا على اي صوره من ده. هنشوف الصوره دي مثلا كده، الصوره دي وراها خلفيه لونها جملي وهي لبسها داخل في الابيض شويه ماشي. هندوس على كلمه بريسيت دي كده، وهنيجي هتجيب لنا اول واحده او تاني واحده، لا احنا هنجيب تالت واحده زي ما قلت لك قبل كده برضو. وهندور على حرف الاهات هتلاقي اول حاجه فوق موجوده اهو اللي احنا سميناه، وجوه الفلتر بتاعنا اهو الابيض. شايف انت كده قبل بعد كده الفلتر اتضاف عندي كده. بقى انا الفلتر بتاعي اللي هو ده كده، لو انا مش عايزه مثلا انا منزله بقى مش عايزه، ابدا ادوس كده ماشي وابدا امسح الفلتر بتاعي كده. انا مسحته خلاص كده، الفلتر التاني اتثبت عندي. تعال نشوف برضو الصور دي انا كنت مصورها ماشي في تونس في الفيوم يعني ماشي. هندوس هنا كده على بريسيت وندوس على ده. شايف الفلتر محول لك الصوره كلها ابيض ازاي؟ دي صوره بورتريه برضو ملامح ممكن ما تفرق معانا برضو في الايديت. نجيب صوره كامله زي دي ماشي وندوس على الفلتر اهو زي ما انت ما شايف كده. لو قربت قبل بعد الفلتر ماشي معايا بطريقه جامده قوي. صوره زي دي برضو هنشوف الفلتر عليها، هندوس هنا على علامه صح، حول الفلتر كله ابيض معايا. صوره زي ديت ماشي نفس النظام برضو. انا بوريك برضو الفلتر على كذا صوره. في ناس بتقول لي يا محمد الفلتر ده ما بيمشيش على صور كتيره، لا انا بوريك اهوت ومعاك برضو انا اهو. لو فتحت بريسيت ماشي زي ما قلت لك، اول واحده لا، تاني واحده لا، تالت واحده على الحرف اللي انا مسميه والاسم اللي انا مسميه علامه صح. شايف كده الصوره قبل بعد مفيش كلام. الفلتر الابيض اللي انت حابه طالبه مني بقالك فتره انا عملته لك اهوت، وانت تقدر تساعدني باللايك وتشترك في القناه وتعمل شير للفيديو ده عشان صاحبك يستفاد بالفلتر برضو، وعشان ان شاء الله باذن الله نخلي كل الناس تستفاد بالفلتر ده وتحطه على صورها ماشي. هنيجي هنا كده نشوف برضو على صوره بورتريه 100 100. بص بيخليه البشره كده وهو لونها ابيض برضو كده ماشي، وخلي الخلفيه كلها ابيضه. تعالى اوريك برضو على صور زي صوره الاطفال دي كده ماشي. حول اللبس كله زي ما انت ما شايف قبل بعد، اللبس كله اتحول قدامي ايه ابيض قدامك اهو ماشي. صوره تانية برضو اهي. بصراحه الفلتر ده جامد قوي، بص جامد او مفيش كلام يعني، بصراحه فلتر جامد جامد جامد. تعال نشوف برضو جوه صوره زي دي كده في اماكن برضو، الاماكن اللي هي البيضه برضو يعني. شايف الاماكن كلها بيضه، فانت ممكن تقول ده فلتر، لا احنا لو حطينا الفلتر بقى الابيض بص قبل بعد. شايف الكلام كلام خلصان. طب ماشي، احنا بقى لو في صور في الصحراء برضو، ما احنا برضو اوقات بيبقى عاوزين الصحراء كلها لونها ابيض كده وروشه برضو. فتعالى جبت لك صوره برضو بتاع الصحراء دي ماشي، وهندوس كده زي ما انت مش شايف كده قبل بعد، حوالي الصحراء كلها لونها ابيض وظبط لي البشره برضو معايا تمام. تمام. في حاجه تاني في الفلتر كده 100 100 لحد دلوقتي. انا عريتك بص كام صوره مثلا 3 6 9 12 15 18 صوره او 17 صوره تقريبا كده. 17 صوره الفلتر بيمشي على الصور كلها مفيش اي مشكله. وعلى فكره انا ممكن اجيب لك برضو ايه فلتر من بره خالص يعني مش خاص باللي انا مدخلهم ده جوه برضو. احنا ممكن نيجي هنا كده ونجيب اي فلتر بره نشوفه برضو هيمشي عليها او مش هيمشي. فلتر زي ده اللي احنا كنا عاملينه في الفيديو اللي فات دي في الصحراء برضو
احنا بنتاكد برضو. بص خليك الجو كده كله تلجي كده واكنك عايش بره. على فكره في ناس في الانستجرام بتخلي زي ما انت ما شايف كده 3 صور تلجي، 3 صور نفس النظام، 3 صور نفس النظام، بيبقى ماشي اللون كله كده. ممكن تحمل برضو الفلتر الرصاصي موجود عندك على القناه، يبقى عندك ايه، عندك الصفحه كلها تلجي ورصاصي. في ناس كلها بتخلي الانستجرام بتاعها روشه كده بفلتر واحد. بس كده وكده عرفنا الطريقه ازاي نقدر نحفظ الفلتر ونضيف على صورنا. تعال اقول لك بقى ازاي تنزل الفلتر من عندي من على القناه. وطبعا اول رقمين في الباسورد 11. هنخش على اليوتيوب، هتفتح لي على القناه او الفيديو اللي انا واصل لايه، الفيديو اللي انا واقف عليه، او مثلا لو انا ما اعرفش اسم القناه هكتب في الاستديو. ماشي، طبعا انت بتبقى واقف على الفلتر. انا طبعا بختار اي فلتر من اللي عاجبني، ببدا اشوف الفلاتر اللي عاجباني، مثلا دول 5 فلاتر جامدين قوي. ماشي، عايز احملهم، هدوس على الوصف اللي تحت كده وادوس دي موجود 1 2 3 4 مرقم لك من 1 ل5 الفلاتر. ولو باسورد الفلتر ده بيبقى موجود الباسورد في الفيديو، بسيبه لك على مرتين. ودوس على رقم 1 كده اللي هو تحميل، اخش على اي منصه من دي موجوده، هيفتح لي كده في جوجل بلاي. ماشي، طبعا الناس بتقول لي انت بتبقى سايب صوره وسيبك من النصب ده والكلام ده، موجود والله كتير، بس انا عايز اقول لك بص طالما في قبل وبعد اهو في فلتر، انا ما بشتغلكش يعني. ماشي، دوس على كلمه داونلود اللي تحت دي كده. طبعا هيبدا يعد لي 12 ثانيه، انا مش هتخطى اعلانات ولا ادخلك على صفحه تاني ولا اعلانات تخليك تطلع وتخش تاني، لا زي ما انت واقف كده 12 ثانيه بالظبط هتعد معاك كده. وبعد ال 12 ثانيه هتبدا تحمل الفلتر بتاعك. انا هشرح لك الخطوه دي بكل سهوله. داونلود هي موجوده، طبعا في صيغه فوق وفي صيغه تحت، لا احنا هنختار الصيغه اللي فوق دي كده. ماشي، دي الصيغه اللي بيدعمها برنامج لايت روم، هدوس عليها كده. ماشي، هو لوحده، انا هدوس على علامه اكس بس دي كده اللي فوق. ماشي، كلمه تنزيل تحت اهو، طبعا انت لو اندرويد ممكن ينزل عندك على طول، انا هدوس على كلمه تنزيل دي ايفون. ماشي، وفي فتح بقى، فتح في ايه بقى، انا عايز افتح انزله على طول عندي، ممكن انزله على طول على الملفات، هو مكتوب فتح ايه، فتح فيه ملف خاص. لا يا باشا انا ادخله جوه برنامج لايت روم على طول، اروح دايس ايه، لا على لايت روم كده، هدوس عليه، هدوس على الكلمه اللي تحت كده، دخل الفلتر جوه برنامج لايت روم. انا كده لو دخلت على برنامج لايت روم هلاقي الفلتر موجود عندي جوه، هطلع بره كده. ماشي، واستنى الفلتر كده، الفلتر يا باشا ابحث الفلتر نزل عنده اهو. تمام كده، قبل بعد كده وانا جوه برنامج لايت روم كده لحد دلوقتي انا ماشي صح والفلتر نزل معايا صح. بس كده انت شفت الفلتر بتاعنا وشفت ازاي تقدر تنزله، وعرفتك في الاول برضو ازاي تقدر تضيف الفلتر على اي صوره عندك وتمسح الفلتر خلاص كده وتحفظه عندك انت على التليفون وتقدر تضيفه على صورك. تاني رقمين في الباسورد 66. ما تنساش تدعمني بقى باللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل ما هو جديد. استناني في فلاتر تاني ان شاء الله، ولو محتاج اي فلتر تحت هنا قول لي اللي انت عايزه هتلاقي الفلتر نزل بعديها على طول. سلام يا صاحبي.